النهارده واحد من الأيام اللي باستناها كل سنة بفارغ الصبر من ساعة ما اتولدت. النهارده هنعمل الكحك والبسكويت. من أول ما وعيت على الدنيا من وأنا صغير جدا وأنا اتربيت على عادة مصرية أصيلة جدا في بيتنا، وهي إننا كل سنة قبل العيد لازم نعمل الكحك والبسكويت. عمري ما حسيت بطعم العيد إلا في الوقت ده. تقريبا ده أكتر وقت أنا بكون مبسوط فيه وبيرجعني لأيام الطفولة من وأنا صغير. كنت دايما ببقى خايف إن العادة دي تبطل تحصل لما أكبر، أو إن لما أكبر نبطل نعمل ده ونشتريه من بره. بس جدتي عمرها ما حبت حاجة زي كده. نعمل بقى حاجتنا اللي احنا قاعدين ليها في البيت. بالك قد ايه بقى يا ستي بتعملي كحك وبسكويت؟ 55 سنة. انا دلوقتي عندي حاجة و70 سنة. الايامنا القديمة بتاعت اهالينا الكبار كانوا هم شغالين على الحاجات دي برضه. فطلعنا خدناها منهم كوارث وبنشتغل عليهم كل سنة، بنعمل حاجتنا من بيتنا. لسه من جوايا الطفل موجود اللي بيبقى عاوز يرخم ويقعد يعمل معاهم، مع انه ما بيعرفش يعمل وبيبوظ اللي بيعمله. هي عماله تنزل اهي. والله العظيم انت اونطاجي. لسه اللحظة دي بتفكرني بأيام في طفولتي، لما بفتكرها قلبي بيدق كده. لسه بستنى زي العيال أول كحكاية هتطلع من الفرن عشان أكلها أنا. الموضوع بالنسبة لي مش في الكحك نفسه، الموضوع بالنسبة لي في العادة، في الذكريات اللي بفتكرها لما الموضوع ده بيحصل. ومن وانا صغير كنت خايف ان لما اكبر نبطل ان احنا نعمل كده ونجيب الكحك ده من بره، واللي استنتجته ان انا لحد دلوقتي لسه خايف يجي اليوم اللي نبطل نعمل فيه الكحك والبسكويت. فربنا يديمها علينا عادة، وكل سنة وانتم طيبين.